نادر مرسي. احمد فتحي شكله هيشوط مباشره. احمد فتحي جول جول، تخبط وتغير اتجاهها ويتقدم النادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه، فيها القوه من احمد فتحي، شايتها على اساس تغير مباشره، تتحول لداخل مرمى نادر سعد. فعلا فعلا تغير اتجاهها وتخدع نادر سعد على يمينه عشان يبقى الهدف الاول بعد 16 دقيقه. هتشوفها تاني، ادي التسديده من اعتقد المدافع، هنشوف اهو يتغير اتجاهها ويحطها حتى الان. مانجا خطف وبينا يارو عايز يعدي، فرصه جول جول من الخطا وهدف تعادل عبد ربه فيليكس. مش ممكن محمد فيليكس يتعادل من خطا لدفاع النادي الاهلي، ينفرد ويتعادل بعد ما جت كوره كوابينا يارو تتهادى امام فيليكس. هنشوفها تاني اهي، شوف الاثنين كانوا قريبين جدا، عبد الفضيل واحمد السيد، وهناك في الجانب الاخر عبد ربه فيليكس بمفرده يعادل. نشوف حضراتكم كلهم هنا اهو، من الثلاثه هنا واتساب خالص فيليكس ولعبها على الثابته ومصدر خطوره اهي. وادي العرقله والاعاقه وضربه جزاء للانتاج الحربي فين؟ في الدقيقه 43. الكرات الثابته هو اللي هيلعب الكوره، يخرجوا بره منطقه الجزاء. داخل جمعه مشهور، جمعه جول جول، الهدف الثاني للانتاج الحربي. الهدف من ضربه الجزاء. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال، هي كره القدم. النادي الاهلي ضاغط بيلعب في منطقه جزاء الانتاج الحربي الشوط الثاني باكمله، ومن الزياره الوحيده والظهور الاول لكوابينا يارو المختفي تماما وبيلعب بمفرد. دقائق عصيبه تاني، احمد فتحي جول جول، هدف التعادل. شبانه عبد الحميد شبانه، مش ممكن عبد الحميد شبانه يتعادل للنادي الاهلي في الدقيقه الرابعه، ويفرحوا جماهير النادي الاهلي العظيمه. الحقيقه حلوه يا ولد يا لعيب، ارتقاء يا سلام، موجه وهو طالع وحاططها في الزاويه البعيده هناك عشان يتعادل في وقت قاتل في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضايع، وتصبح النتيجه 2-2. مش ممكن، ادي المباراه عماله تروح وتيجي هنا وهناك.